راحت هناك وبتصورها وبتعاين المكان كله وتعرف تفاصيل كل حتة هناك، وبتراقب كنزي خطوة بخطوة وهي بتتمرن، وبتهيأ لها اللحظة إن موسى هو اللي بيدربها وبيضحكوا لبعض، فبتتضايق أكتر وبتتعصب أكتر، وبتراقبها خطوة بخطوة وبتمشي وراها في كل حتة علشان تعرف هي بتروح فين وبتيجي منين. فرجعت البيت تاني ودخلت الأوضة بتاعتها وبتطلع صندوق غريب وتعمل تركيبة عبارة عن مية نار، لأن هي دكتورة صيدلانية وعارفة كل التفاصيل دي. ترجع تاني الجيم، تستناها وتخش الحمام اللي جنبها وتطلع فوق وترمي عليها المحلول بتاع مية النار اللي هي عملته وتمشي من المكان. كنزي بتروح المستشفى بعد ما سلمى حرق وشها بمية النار. الدكتور بيقول ليهم هياخد وقت في العلاج لأنه حرق من الدرجة الثالثة وهيسيب أثر جامد جدا في المستقبل. فكنزي بتشوف وشها وبتنهار جدا وبتزعق بسبب إنها اتشوهت. سلمى بتسهر مع موسى وبيحكي ليها اللي حصل وبيقول ليها إن كنزي اتشوهت خالص، وبتقول له ده مين المؤذي اللي عمل فيها كده على أساس إنها ما تعرفش يعني. أم سيف بتتصل بالدكتورة عايدة وبتحذرها وبتقول ليها أنصحك ابعدي ابنك عن الشيطانة اللي اسمها سلمى. بتقول ليها إنها حاولت وعايزة تعرف معلومات أكتر عنها، فبتكرر كلامها تاني بتقول لها ابعدي ابنك عنها وقفلت السكة في وشها. فعايدة بتروح لعز المعرض وبيقول لها ان ابنك لازم يعرفني، ان انا عمه وابوه سايب له فلوس كتيرة وورث لازم ياخده، وان له عيلة من اب ولازم ياخد ورثه. وبتقول لهم مش عايزين فلوسكو الحرام دي بسبب ان هم مشكوكين فيهم ان هم بيتاجروا في المخدرات. بيقول ليها لازم تبلغي بنفسك والا هبلغه انا. فبتقول له حاضر موافقه بس عندي شرط. وبتقول له انا جايه لك لموضوع تاني عايزك فيه، في بنت اسمها سلمى عايز اعرف عنها كل حاجه. فالظابط بيروح للجيم عشان يعين المكان يحقق في موضوع تشويه وش كنزي وبيطلب تفريغ الكاميرات كلها. فبيطلع بره عشان يعين المكان، فبيلاحظ ان في كاميرا بالدارية مش باينه وبيطلب ان هو يفرغها، وبيطلب من الفني ان هو ياخد كل الاذن عشان ياخد تفريغ الكاميرات دي. سلمى بتروح للدكتورة عايدة العياده بتاعتها وبتتضايق من وجودها وبتقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ فبتقول ليها انت الدكتورة بتاعتي وجايالك عشان انا المريضه. فعايدة بتقول لها انا مش هعالجك تاني وبعد عني وعن ابني. فسلمى بتصمم ان عايدة هي اللي تعالجها. سلمى بتقول ليها عايز احكي لك عن حبيبة صاحبي اللي بتحبه وشها اتشوه وعمليات التجميل مش هتعمل لها حاجة، وان حصل فيها كده عشان مامته عايزة اتجوزها له. وعايدة بتتصدم انها هي اللي عملت كده في كنزي. تتكلم بطريقة مجهولة شوية عشان لو كانت عايدة بتسجل ليها او حاجة صوتها ما يجيش في التسجيل. سلمى بتقعد مع دينا يحكوا عن موسى وصاحبه، ودينا بتعاكس موسى قصادها وتقول ليها بيعرف يلبس وشيك جدا وثابت وهادي جدا عن صاحبه. فسلمى بدأت تكشر وتتضايق. عايدة بترجع البيت بتلاقي سلمى رابطة موسى وحاطة السكين على رقبته وتقول لها انا قلت ليكي ما تقوليش الحقيقه وانت رحت قلتي، وتهددها وبتموته قدامها. فبيطلع ان كابوس عادي مش حقيقه. فعز بيتصل بيها وبيقول ليها انزلي تحت عايز اقابلك ضروري. فبتنزل تحت عشان تقابله تحت البيت وبيديها فلاشه ويقول ليها فيها كل المعلومات اللي انت عايزاها عن سلمى، وانها كانت مخطوبه لواحد زمان اسمه كريم عبد القادر وهتلاقي عنوانه عندك تقدر تروحي وتعرفوا منه كل التفاصيل. تاني يوم على طول بتروح لبيت كريم عشان تعرف مين هو وعشان تعرف ايه اللي حصل له من ورا سلمى، وبتتصدم انه قاعد على كرسي عشان رجله مقطوعة.